المفروض انت وجاي ما تسمع السنة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفج الاستثمار الداجني هيتر غاز بيشتغل بالأنبوبة 150 متر ان شاء الله، بيدفي او بيكفي وبيغطي 100 متر فعلي. طبعا هنستعرض مع بعض مواصفات الهيتر. طبعا نفتح بس في الاول الكرتونة. بعد ما فتحنا الكرتونة بسم الله ما شاء الله نستعرض مع بعض مواصفات الهيتر. ده الشكل اهو. طبعا جوه احنا بنحاول يبقى الهيتر مغلف بكيس. تمام بسم الله ما شاء الله، حاجة عظمة جدا وحاجة كويسة خالص. طبعا الجسم الهيتر استانلس بالكامل. طبعا التبريد بتاعه تبريد ممتاز. هنا الهيتر فيه سرينة انذار. تمام، في انذار سرينة في حالة لو حصل اي عطل في الجهاز او مثلا حصل انقطاع في التيار الكهربي. طبعا احنا هنعمل ان شاء الله فيديو عملي ليه ونستعرضه مع بعض ونشوف. هنا دي فتحة السرينة الخاصة بالانذار. شايفين الفتحة بتبقى السرينة بتبقى هنا السرينة بتاعت الجهاز، وهنا التعليمات الارشادات، التعليمات والارشادات الخاصة بالجهاز. الشعلة بتاعت الهيتر شعلة تركي عمر افتراضي اكتر ان شاء الله. ده هنا مدخل الكهرباء. لما نوصل مع بعض نشوف ايه اللي يحصل. تمام، طبعا كده الهيتر اشتغل. الهيتر اشتغل. طيب هو كده احنا عشان نشغله لازم ندي الهيتر امر ايه؟ لازم ندي الهيتر امر تدفئة. ناخد بالنا ايه اللي حصل. المروحة اشتغلت اهو والاشعال الذاتي بيحاول يشتغل، لكن هنا مفيش انبوبة، فاحنا لازم نطفي بسرعة علشان ما يحصلش حاجة في الهيتر. هو لمجرد الاشعال الذاتي اشتغل وما قومش فصل بسرعة. وهنا الشعلة بسم الله ما شاء الله. طبعا انا طفيت اهو، لكن المروحة بتاخد حوالي كام ثانية لحد ما تفصل عشان تبرد الفرن الخاص بالهيتر. الهيتر ده فيه سرينة اعطال. لو الهيتر مثلا اشتغل ومش واصل له غاز، لو الهيتر اشتغل مش واصل له غاز هيعمل يشعل ذاتي في نفسه، يعني هيطلع اشعال ذاتي بحيث ان هو عاوز يعمل اشعال، لكن هو ايه لمجرد ما يشعل مرتين وما يوصلهوش غاز هيعمل السيرة دي. هنفهم مع بعض اكتر اهو. اهو الهيتر مثلا ايه، احنا وصلنا الهيتر اهو. الهيتر طبعا عمال يطلع اشعال ذات اهو. ناخد بالنا هو ايه الانبوبه، احنا جافين الانبوبه هنا، فهو الهيتر على اساس انه مفيش غاز وصل له، فعشان ما يحصلش اي تسريب بيعمل ايه، هو تك اول مره دي التكه الثانيه. نسمع السرينه كده مع بعض. المفروض انت وجاي ما تسمع السرينه دي تطفي الغاز بسرعه.